دي كانت زبالة. دي كانت معلومة قذرة، واللي لسه بيقولها لحد دلوقتي ده عايز صاروخ في دماغه. طبعا وانت داخل الجيم في الاول، بداية حياتك الجيماوية، اول لما دخلت من باب الجيم سمعت كمية هبد وفسع كلاب ولا ليها لازمة، وطبعا انت فاكر كل فاسية وهبد من دول لحد دلوقتي. تعال نشوف حبة منهم. اول واحدة واللي انا تستفزني جدا لحد دلوقتي، الناس زمان كانت بتقولك ما تاكلش دهون عشان هتملى دهون. ايه اللي انت بتقوله؟ ليه؟ يعني انا هاكل دهون مش هتخليني ان انا ازيد دهون. ما لو انا باكل اقل من اللي انا محتاجه خلاص مش هزيد دهون خالص، انا ممكن اخس اصلا لو باكل دهون. في دلوقتي اصلا كيتو، انت بتاكل دهون بس اساسا. تاني واحده تاني واحده دي اخت اللي قبلها على طول، لا ما تاكلش كارب كتير عشان هتتخن بسرعه. ليه؟ ما نفس الفكره. انا لو كلت اكتر من اللي انا محتاجه هتخن، كلت اللي انا محتاجه مش هتخن. الكارب مش هيتخنك. الكارب لو انت بتاكله صح او بتاكل محتاجك منه مش هتخنك اكيد. والتالتة بقى دي اكيد سمع ما تاكلش بعد الساعه 6، واكيد سمع الجمله بتاعت انا بعد الساعه 6 ما باكلش اي حاجه في الدنيا، انا بعد الساعه 6 ما باكلش وعشان كده انا خسيت. لا يا حبيبي، انت خسيت عشان انت بتاكل اقل اللي انت محتاجه، او انت اصلا ما بتاكلش. يعني انت بتاكل احتياجك بس، فانت تفضل رفيع، او انت حرقك اعلى من اللي انت بتكلمه. يعني ملهاش علاقه، ملهاش اي علاقه. معدتك مش ماسكه ساعه جوه وبتشوف ايه ده الساعه 6 بالليل انا لازم اتخن. مفيش حاجه اسمها كده. الرابعه دي واللي اكتشفت انها هبدايه وانا يعني في الاول خالص، ان انت ما ينفعش تشرب ميه وانت بتاكل عشان هيعمل لك كرش. يعني ايه؟ انا باكل وبشرب ميه، ايه في ده هيخليه يطلع لي كرش؟ بالعكس، يعني ده اصلا طريقه ان انت تخس اسرع. لو انت من الناس اللي بتاكل بكميات كبيره وحابب تقلل الكميه، اشرب ميه في وسط الاكل. وتشرب ميه وسط الاكل انت بتملى معدتك ميه، فانت مش هتاكل كتير فانت هتخس. لكن الموضوع انها هتعمل لك كرش ده مفيش الكلام ده. الناس فكرت كده غالبا عشان وانت بتشرب ميه وسط الاكل بطنك بتتنفخ. هي بتتنفخ عشان انت مليان ميه. اول ما تخش حمام فضيت الميه دي شكرا، خلاص ما بقاش فيه كرش. خمس هبداية. الهبداية الخامسة دي في الأول يعني كانت سبب إن أنا ما أعملش أي تقدم في الأوزان بتاعتي. كله كان بيقول لي أنت لازم تلعب بوزن خفيف وعدات كتير جدا، لما العضل بتاعي يكبر أنا هحرق أكتر. يعني العضلات بتحرق أكتر من الدهون، فأنت محتاج تطلع عضلات عشان يبقى حرقك أعلى أو يبقى أسرع شوية من الطبيعي بتاعك عشان تحرق دهونك. لكن ما تجيش تقعد بقى تحاول تحرق دهون بس وما تحاولش تطلع اي عضلات بجنيه، وفي الاخر تتضايق ان انت رجعت تخنت تاني. انت لازم هتتخن تاني. انت اصلا يعني انت خسيت وقلت دهون وما عوضتهاش باي حاجه، فانت لما ترجع تاكل زي الاول هتتخن تاني. لكن لو انت خسيت وقلت دهون وطلعت شويه عضلات، انت يعني لو رجعت تاكل زي ما كنت بتاكل مش هتتخن بسرعه زي ما انت متخيل، او مش هتتخن بسرعه زي ما كنت بتتخن زمان. هبدأ الست ليها علاقة برضو باللي قبليها. عايز تخس العب كارديو بس، ما تشيلش حديد اصلا بقى. دي كانت زبالة. دي كانت معلومة قذرة، واللي لسه بيقولها لحد دلوقتي ده عايز صاروخ في دماغه. يعني ايه العب كارديو بس؟ حلو الكارديو، حلو، حلو جدا للقلب وللنفس ولكل الحاجات الحلوة دي، بس ما تقوليش العب كارديو بس. ما انا يعني نفس الفكرة، هخس عشان انا لعبت كارديو. اول لما اقلل لعب الكارديو او اول لما ارجع اكل براحتي شوية بلح، كل الفرهضة بتاعت الكارديو دي راحت في الحمام في الاخر. فده يعني ده قرف. ده كان قرف بيتقال لنا. السبعة دي ودي في الغالب بتيجي من ناحية البنات أكتر، اللي هو أنا لو شلت حديد هبقى بعضلات كبيرة وشكلها هيبقى وحش. يا ريت، يا ريت كانت كده، بجد يا ريت كانت كده. تخيل تروح الجيم لعبت لك شهر
بالحديد باوزان هوبا بقيت اكبر واحد في الجيم. مفيش حاجه اسمها كده. التامنه، الهبده التامنه دي اللي هو انا هاكل وجبه واحده بس في اليوم، مش مهم بقى الوجبه دي ايه اصلا. يعني ممكن الوجبه دي تبقى طرب بقى وممبار وودي وكل الحاجات الحلوه دي ومحاشي وبشاميلات، يقول لك وجبه واحده عشان اخس. يعني انت فاهم الدنيا غلط جدا جدا. وجبه واحده عمرها ما هتخسسك بالطريقه اللي انت متخيلها دي. وجبه واحده عمرها ما هتوصلك في اي حته كويسه. بالعكس انت هتخس بسرعه جدا، بس اللي انت هتخس بسرعه ده يعني في كميه عضل هتروح منك. في الغالب الناس التخينه عندها عضلات تقدر تشيل وزنها، فانت لما تخس بسرعه جدا العضلات دي نصها هيروح وهتتعب انك تطلعهم من اول وجديد. فمن الاول حاول تخس بطريقه احسن شويه، بلاش وجبه واحده دي اكيد. يعني أنا مش منطقيه اساسا، انت مش معانا في الدنيا لو بتفكر كده. الهبده التاسعه والاخيره في الفيديو ده عشان هي متعبه جدا بالنسبه لي. كميه الناس اللي مفكره ان البروتين، السبلمنتس اللي بنجيبها، الباودر بروتين والكرياتين والحاجات دي، ان هم انت كده بتتمرن مش طبيعي. كميه ناس مرعبه. انا دخلت الجيم في الاول انا نفسي كنت بفكر كده من كتر الكلام اللي كان بيتقال. كان كل قاعد يقول لا يا عم انا هتمرن طبيعي وماليش دعوه بالحاجات بتاعتكم دي، انا مش عايز اخد هرمونات. هرمونات ايه يا ابني؟ ده بروتين متجفف، يعني ده في الغالب كلهم لبن متجفف فبقى باودر، فانت بتشربه عشان يبقى مركز اكتر كبروتين. انت في الجيم وفي الفتنس كبير ومتعب جدا ومضحك جدا في نفس الوقت. اللي هو انت لو قاعد في الجيم ولقيت واحد داخل جديد ولقيت واحد استلمه، انت بتبقى قاعد يا بتتفرج وبتضحك يا بتحاول تلحق الواد. ملهاش حاجه تاني، يا هتلحق الواد يا هتقعد تضحك. والفكره ان انت ممكن تيجي تلحق الواد، ممكن تيجي تلحق الواد بلح او اقتنع بالهبد اللي سمعه خلاص بقى. اكتر حاجه بجد بتضايق في الموضوع ده الوقت اللي بيضيع من الناس، ان هم بيسمعوا هبد فهم مش عارفين يوصلوا لحاجه. فانت لو مش عايز تسمع هبد وعايز معلومات صح، ممكن تعمل سبسكرايب للشانل. في لينك ديسكورد هخليه تحت في الديسكربشن لو انت عايز تخش تتكلم معانا على طول. وفي فيديو ازاي تتمرن في رمضان، ده هينفعك في الفتره دي. ولايك وشير لاصحابك لو هم محتاجين اي معلومه في الجيم.